تعملي ايه لو بتحبيه بس من طرف واحد؟ الكاتبة سارة بسالم في كتاب حب من طرف واحد قالت ان الحب من طرف واحد ما هو الا دعوة للعذاب، ولو حصل وحبينا حد وعارفين انه لا يمكن يحبنا لازم نتخلص من الحب ده في اسرع وقت، لان ببساطة انت اللي هتتعطلي وتتعذبي من الحب ده ومفيش حد غيرك هيتضايق. وفي 9 خطوات تساعدك انك تتخلصي من الحب ده. 1، اتخلصي من اي حاجة وكل حاجة بتفكرك بيه. 2، ما تحاوليش تبعتيله رسائل ولا تكلميه ولا تكلمي صحابه. رقم 3، ما تروحيش اي مكان هو متعود يروحه عشان تشوفيه ولا حتى من بعيد. رقم 4، انشغلي عنه باي حاجة تانية، زي هواية بتحبيها، رياضة كنت نسيتيها ارجعي تاني ليها، اي حاجة تانية تشغلك. رقم 5، ما تدوريش في عيوبك وتوهمي نفسك ان هو ما حبكيش عشانها، ما تضحكيش على نفسك، هو كده ما حبكيش. رقم 6، وسعي دايرة اهتمامك بصحابك وبعلاقاتك، صاحبي ناس جديدة، اخرجي مع صحابك، ما تعزليش نفسك في البيت. رقم 7، خططي لمستقبلك وحطي اهداف وخطط واسعي ليها، حققي طموحاتك عشان ثقتك بنفسك تزيد. رقم 8، ما تسمعيش اغاني عاطفية ولا الافلام اللي بتعيطنا بتاعت بالليل دي، بلاش منها. رقم 9 والاخيرة، لازم تقنعي نفسك ان انت تستاهلي الحب، تستاهلي التقدير، واحد يحبك ويحترمك، وانك اكيد هتقابلي الحب الحقيقي في يوم من الايام، مش اخر الدنيا هي. بس خلاص.